طب حضرتك تقدر تقول المواعيد بتاعتك بقى عشان الجدول بتاع الماتشات؟ هقول لك انا يا فندم. بص اقول لكم على حاجه، انتوا هتلعبوا باذن الله يوم السبت الساعه 5. السبت الساعه 5 كويس. ولا اقول لك، لا اقول لك على حاجه. بصوا خليها لحد الساعه 5. لحد الساعه 5. طب اقول لكم على حاجه، ايه رايكم في لحد 8 الا ربع؟ لحد 8 الا ربع حلو. 8 الا ربع 8 مرعي. الناس دي هتلعب لحد 8 الا ربع مع الداخليه، خلي بالك. يلا اطلعوا بره بقى. انا الاسماعيلي، انا الاسماعيلي. بعد ما كسبنا وتعادلنا نخسر بقى. مواجهه الاسماعيلي والداخليه يعني مواجهه كبيره الموسم ده. احنا بنواجه الداخليه اللي جاب 6 نقط من اول ماتشين، وكمان كسب قبل كده ماتش ب10 لعيبه. يعني ما ينفعش نخسر على ملعبنا. ينفع يا باشا، وربنا ينفع. انت بتنفخ في ودني ليه؟ طيب. استجابه لمطالب ورغبات الشعب الاسماعيلاوي، قرر احمد حسام ميدو اخيرا التنحي والتخلي عن فكره الدفاعي وتعيين المجلس الاعلى لخط الوسط الهجومي المكون من احمد سمير شمال وابراهيم حسن يمين وجبرين تحت مهاجم وحيد مروان محسن لقياده خط وسط هجومي هدفه الوحيد استعاده السياده الاسماعيلاويه بعد ما فقدناها في اول مباراتين. من الاخر البشر دي كانت نازله عشان تهجم، هو احنا كنا هنهجم بس لو كانوا سابونا. مع بداية المباراة شفنا تأثير التشكيلة من أول ثانية باستحواذ على الكورة. المشكلة مش في الاستحواذ، المشكلة إنه كان سلبي. استحواذنا على الكورة بدون أدنى خطورة حقيقية على مرمى الداخلية سمح ليهم بالضغط العالي علينا، ومع الضغط العالي اتكشف دفاعنا في كورة هدف أول بعد 10 دقايق وضحت لنا إن دفاعنا لو كان متحضر نفسيا لأنه لاعب مركز شباب الشيخ زايد مش الداخلية اللي معاه 6 نقط من ماتشين ما كانش هيبقى ضايع وتايه في أول الماتش كده. ولو تغاضينا عن الفريق اللي كان اسماء على الورق بس ودخل المباراه بعد 30 دقيقه باول هجمه في المنطقه اللي كانت عامله كده، كلها سلسله للكوره وتدوير للكوره من اليمين للشمال، لكن لما الكوره بتدخل في الجد احنا اللي بنتدق بالمنظر ده. فهنلاقي ان مشكلتنا الاساسيه قدام الداخليه اننا كنا بنتذل. انا ما حدش يقدر يذلني. مين اللي يتذل؟ لو بصيت على الماتش ده بالاحصائيات بس وما كنتش اتفرجت عليه هتقول انه كان من نوعيه الماتشات اللي الفرقه كانت داخله مقطعه اللي قدامها. الفرقه كانت واكلاهم وهم خلعوا ب3 نقط من الاسماعيليه. الداخليه ما خطفش جون وجري، الداخليه خطف جون وبعد ربع ساعه عادهولنا هو وضيعه عشان يثبت لنا انه لو كان هجم وما اكتفاش بدفاع المنطقه والرجوع لمنطقه جزائه بعد الجون كنا اتفضحنا على ملعبنا. ايجابيات مباراه الداخليه كانت كده. اول ايجابيه مروان محسن. مروان للمباراه الثالثه على التوالي بيثبت انه كان بيتدرب مع فرقه تانية في ملعب تاني مع مدرب تاني اساسا. ففي الوقت اللي الملعب فيه كان كله تايه وكل لاعب نازل يلعب بشكل مختلف عن التاني، مروان كان ملتزم بواجبه، ووقت ما اتخنق في دفاع المنطقه الداخلاوي خرج لنص الملعب وعمل فرص نفسه بنفسه، ورجع كمان يدافع في اخر الشوط الاولاني. وحتى في الشوط الثاني لما نزل بناهيني الراجل اتحرك للشمال علشان يفتح لبناهيني مساحه ويصنع له فرص. الايجابيه الثانيه محمود عبد الرازق شيكابالا نزل عمل الدور اللي 3 لعيبه في نص الملعب من اول الماتش ما كانوش قادرين يعملوه. الراجل ربط بين خط الوسط والهجوم، حسسني اخيرا ان في حد تحت المهاجمين فعلا مش بس في التشكيل قبل الماتش. ومع اختلاف القيمه والقامه من هنا للسنه الجايه شيكابالا بيقوم معانا حاليا بالدور اللي بيقوم بيه اندريا بيرلو في اخر سنه في يوفنتوس. مش مطلوب منه انه يعمل سبرنتات ولا يخش ال 18، لكن مطلوب منه يطلع كور بالمقاس سواء للمهاجمين او في الجول. اما عن سلبيات المباراه فكانت كالتالي. اولا التوهان ثم التوهان. بعيدا عن توهان الفريق كله في اول ربع ساعه في المباراه الا ان الدفاع فضل تايه لغايه اخر المباراه. يعني يوم لما محمود متولي اللي اساسا نص ملعب دفاعي يرجع يلعب قلب دفاع يبقى احسن من اليوم اللي شوقي السعيد يلعب فيه اساسي في مكانه الاساسي ويطلع لنا دفاع بالشكل ده. السلبيه الثانيه ودي سلبيه مهمه جدا كانت ممكن تفرق في نتيجه المباراه. هجومنا في ماتش الداخليه كان بيخش منطقه 18 يتكهرب. تمريره الجبرن الطوليه ملعوبه، فرصه تهديفيه راسيه طلع للكوره.
من فضه عشان يحطها، لكن حطها فين؟ السلبيه الثالثه، بعيدا عن ان كل اللعيبه اللي كانوا نازلين عشان يبقوا خط وسط مهاجمين ويربطوا الوسط بالدفاع كانوا بيتطرفوا يمين وشمال، الا ان الوحيد اللي نزل فيهم وقدر ان هو يعمل فارق في خط الوسط الهجومي بتاعنا هو شيكابالا. وهي دي بقى السلبيه الثالثه، مش في شيكابالا. السلبيه الثالثه ان اللعيبه اللي ما لعبتش بقى لها 8 و9 شهور، شيكابالا، مروان محسن، جبرين، هم اللي عاملين معانا الفارق من بدايه الموسم. واللعيبه بتوعنا حبايبنا الكبار بتوع الاسماعيلي اللي مكملين معانا الموسم اللي فات. ليله تانية حزينه عندنا هنا في الاسماعيليه، تغاضيت فيها عمدا عن اني اتكلم عن الحكم اللي تغاضى عن انذار تاني للاعب الداخليه وطرده وكمان ضربه جزاء عليهم يراها اي كفيف، لان ببساطه اللوم على التحكيم ما بيجيبش بطولات. تاني يوم المباراه ميدو تقدم باستقالته للنادي، والسبب بتاعها كان انه مش هيبقى معاه الامكانيات ان هو يقدر ينافس على البطوله زي ما وعده. طب بالنسبه لميدو او لاي لاعب خرج او هيخرج بعد كده من الاسماعيلي، بصوا احنا ممكن نشوح او نزعق او حتى نفرش الملايه، بس كل ده ملوش لازمه ولا هينفع. ميدو زيه زي اي لاعب على فكره في الاسماعيلي، زي ما دخل النادي زي ما هيخرج منه في يوم من الايام، وطالما الراجل ما تخاذلش ناحيه النادي او اهان كيانه يبقى الراجل حقه علينا ان احنا نشكره على المجهود اللي عمله، سواء مشي بكره ومشي بعد 10 سنين. بس في سؤال محير اللي جابوني من اول ما سمعت الخبر ده، وهو سؤال الاسبوع ليكم على فكره. هو ميدو قبل ما يمسك نادي الاسماعيلي ما كانش عارف الامكانيات اللي هيمسكها؟ هو الراجل ما سالش قبل ما يركب؟ نتعب نغلب نشتكي منه لكن بنحب في الدنيا مفيش ابدا احلى من الحب. يا حبيبي في الازاز اللي وراك ده